أنستونا. حياة سمير غانم مليانة بالحكايات وبالتفاصيل الكتير، لكن لما تبص لل60 سنة اللي قضاها سمير غانم في الفن أو ال80 سنة اللي عاشهم بينا، هتلاقي إن المعادل الحقيقي لحياة سمير غانم هي الأنس، الونس. وعشان كده ما كانش في أكتر من عنوان أنستونا يكون مناسب للكتاب اللي كتبته عن سمير غانم، مش بس عشان خاطر هي أغنية شهيرة لسمير غانم. حياة سمير غانم زي ما كانت بتمثل لنا الأنثى، على الجانب الآخر حياة سمير غانم كانت مليانة بالصدف، والقدر كان بيلعب دايما لعبته معاه في إن هو يحركه في مسارات مختلفة عن اللي هو مخطط لها، أو بمعنى أدق اللي مرسومه له من عيلته. سمير لما اتولد في شمال الصعيد وعاش حياته ما بين الفيوم وبني سويف، كان اتولد لقى والده ضابط شرطة وكذا فرد من عيلته ضباط شرطة، وجده كمان كان عمدة قريتهم في أسيوط، وبالتالي الطريق المرسوم للابن الأكبر هو إن هو يكون ضابط شرطة. عشان كده لما خلص التوجيهية لقى نفسه طالب في كلية الشرطة. سمير ساعتها ما كانش مهتم بفكرة إن هو يكون ضابط على قد ما هو كان عاجبه شكل البدلة، عاجبه والده اللي بيقبض على المجرمين وبيصادر المخالفات والحاجات اللي بيخرج فيها البعض عن القانون. وعشان كده كان حاسس ان البدله ممكن تكسر الخجل اللي ما بينه وما بين الناس اللي اتكون في طفولته، وجزء اساسي منه ان هو كان معاه عسكري طول الوقت بيلازمه، سواء وهو في النادي سواء وهو في المدرسه. في كل تحركاته تقريبا كان بيشعر بالمراقبه، وده يمكن اللي اخر موهبه سمير وما قدرش يكتشف في مرحله مبكره ان هو موهوب وان هو معجون بالفن وبالكوميديا. لكن كانت في مؤشرات بتقول ده. كان مرتبط بساعة لقلبك، كان بيحب بعض المسرحيات وخصوصا وبعض الافلام، خصوصا نجيب الريحاني شكل جزء كبير جدا من وعي سمير. عشان كده لما سمير انضم لكلية الشرطة كان متفوق في الجانب العملي والتدريبات بحكم ان هو جسمه رياضي وبيلعب سباحة، لكن في المواد النظرية ما كانش الموضوع احسن حاجة، خصوصا ان هو ما كانش متعود ان هو طول الوقت يذاكر على قد ما ان هو يلم المواد ويقدر ينجح. وعشان كده ما وافقش في السنة الأولى واضطر يعيد السنة. في السنة الثانية موهبة سمير اتفجرت بشكل أكبر، وبدأت الدكاترة اللي بتدرس له من كليات تانية تدرس له المواد النظرية تكون مادة للتقليد، وخصوصا ان هو كان بيتعرض للسجن كتير في المرحلة ديت بسبب المشاغبات اللي كان بيعملها. وهناك اتعرف على صلاح ذو الفقار اللي كان بيبص له دايما بهيبة واحساس بالكاريزما العالية جدا. وسبحان الله المسار بعد كده بيجمع ما بين صلاح وسمير ان هما الاثنين بيكونوا فنانين بعد كده. السنه الثانيه ما نجحش سمير في 3 مواد، وبالتالي بقى خارج كليه الشرطه، وده سبب له صدمه كبيره جدا، وكمان سبب صدمه لاسرته اللي كانت شايفه ان الابن الكبير العاقل الراسي هيكون ضابط كمان 4 سنين. سمير ما كانش عارف هو المفروض يعمل ايه في المرحله ديت، فكر في اكتر من مسار. فكر يدخل، بالذات كان ده بعد ثوره يونيو وكليه وفكره الجيش، كان حلم بيخاطب كتير من الشباب، لكنه ما نجحش في الاختبارات ولقى نفسه طالب في كليه الزراعه. صدفه جديده بتتكتب في حياه سمير، لكن سمير اتنقل بالخبره اللي اكتسبها من التقليد في كليه الشرطه، وبالتالي اول حاجه عملها في كليه الزراعه ان هو اسس فرقه حملت اسم اخوان غانم. فرقه اخوان غانم كانت نواه مهمه جدا لثلاثي اضواء المسرح بعد كده. لحد اللحظه لما تبص على حياه سمير، هو ما كانش مهتم ان هو يبقى ممثل، كان متاثر بساعة لقلبك، بيحب المزيكا، منفتح على انواع كتير جدا من المزيكا، وبالتالي كان بيعمل سكتشات فيها غنى وفيها بعض الاداء الحركي اللي هو كان متميز بيه. لكن عشان نفسه يسافر طلب من نور الدمرداش المخرج الكبير اللي هو كان بيشرف على الفرقه الجامعيه في الوقت دوت ان هو يسافر معاه سوريا ويشارك في المسرحيه اللي بيقدمها. هناك بتحصل الصدفه الاهم في حياه سمير، ان هو بيتعرف على جورج سيدهم. بعد ما بيرجعوا القاهره، جورج سيدهم بينضم للتلفزيون، الاختراع الحديث اللي في الوقت دوت، وبيشارك فيه بسكتش في برنامج اسمه مع الناس. بعد كده بسبب النجاح بيطلب منه ان هو يعمل فقره كبيره. اول حد فكر فيه طبعا هو سمير، خصوصا ان هو عارف ان هم عندهم سكتشات ومن خلال اخوان غانم. بالمناسبه اخوان غانم قبل ما توصل للتلفزيون هي كانت خرجت بره اسوار الجامعه وحققت نجاح كبير في الاسكندريه، وبقى سمير مشهور هناك، وعشان كده ما كانش فارق معاه ان هو ينجح، وبقى بيعيد سنه ورا سنه في كليه الزراعه. لكن خطوه التلفزيون كانت خطوه مهمه جدا. كان ساعات بيبقى معاهم وحيد سيف او بعض الاعضاء اللي هم كانوا مع سمير غانم في فرقه اخوان غانم،
لكن كل الافراد ديت راحت في مسارات مختلفه، وكان جورج وسمير لازم يلاقوا ثالث. الثالث كان الضيف احمد، وهو كان في الحقيقه اقتراح من جورج، لقى قبول عند سمير غانم، وبالتالي اتشكل الثلاثي اللي احنا عرفناه واطلق عليه ثلاثي اضواء المسرح بسبب المخرج الكبير محمد سالم، اللي هو يعتبر المكتشف الحقيقي ومقدم الفرقه، لان هو بعد كده هو اللي قدمهم في اول فيلم ليهم وعمل معاهم الفوازير. لكن الضيف احمد كان مهتم بالمسرح جدا، هو اساسا كان مخرج وكان مشهور بكونه مخرج بجانب ان هو كوميديان، وبالتالي الفرقه اتنقلت للمسرح وقدمت بعض المسرحيات. فهنا بنشوف ان سمير برضو بيتنقل في مصادفه جديده، مصادفه تنقله للتلفزيون، مصادفه تنقله للمسرح، مصادفه تنقله للسينما، كل ده بدون تخطيط منه. لكن الاهم في ده كله ان سمير بينجح لان هو موهوب. واكبر دليل على ده بعد وفاه الضيف المفاجاه، هو بقى النجم الاهم في الفرقه، رغم ان المسرحيه بتبقى مقسومه بالنص تقريبا ما بينه وما بين جورج، لكن بقدرته على الارتجال وبقدرته على ان هو يكسب الجمهور في المسرح بدا دوره يكبر. ده تزامن مع فكره ان سمير بدا ينطلق في السينما وبدا ينطلق في التلفزيون بشكل اكبر، وحصل بعض المشاكل اللي هي تحت الرماد زي ما بيقولوا كده ما بينه وما بين جورج. لكن الحاجه اللي كانت ناهيه تماما هو وفاه سيد اخو سمير. سيد كان بيمثل حاجه مهمه جدا لسمير، مش بس اخوه الاصغر، لكن كان مدير اعماله وكان هو اللي بيتابع حساباته في المسرح وبره المسرح. وبالتالي وفاه سيد مع بعض المشاكل اللي كانت ما بينه وما بين جورج حصل الانفصال، وانطلق سمير بشكل منفصل وقدر يحقق نجاح بشكل منفصل سواء في المسرح وسواء في السينما. كانت بتختلف نجاحات سمير في السينما بسبب انه كان بيهاجم كتير بسبب فكره المقاولات. ده خلى سمير دايما نظرته لمسيرته مختلفه. وفاه سيد كانت حاجه مؤثره جدا بالنسبه لسمير، سواء في علاقته بثلاثي اضواء المسرح وسواء في حياته الشخصيه. سمير انفصل عن جورج سيدهم بعد وفاه سيد، وجزء اساسي من ده بغض النظر عن ان كان في شويه مشاكل ما بين جورج وما بين سمير في الوقت ده، يمكن بسبب ان سمير بقى منشغل اكتر في السينما وبقى بيعمل عروض بسبب نجاح فطوطه وحاجات تانية خلته منشغل شويه. كان الجزء الاهم هو وفاه سيد، لان وفاه سيد هو كان مدير اعماله مش مجرد اخوه الصغير، هو المسؤول عن كل حساباته وهو المسؤول عن كل حاجه. فسمير ما كانش حتى متقبل نفسيا ان هو يدخل المسرح تاني، فانا هو ممكن يتخيل ان سيد قدامه فيبكي فما يعرفش يضحك الجمهور. وبالتالي كمان اتعكست وفاه سيد على حياه سمير الشخصيه، لان رغم ان دلال كانت بتحبه حب كبير جدا، ان كانت المرحله الفاصله واللي خلته يتجوز دلال هو وفاه سيد، وقفت جنبه كتير جدا. نجاحات سمير ولما تنظر لمسيرته على مدار السنين، طبعا فيها بعض الافلام الناجحه وبعض الافلام اللي كانت الناس بتتهمه فيها بالمقاولات، لكن وجهه نظر سمير كانت بتختلف من حوار للتاني على حسب الفيلم ناجح او مش ناجح، المرحله دي من حياته بتمثل له ايه. فخلته حتى هو نظرته بشكل عام مش واحده طول الوقت، ده بيختلف من الحوارات. اكتر حاجه كانت مهمه بالنسبه لي وانا بعمل الكتاب عن سمير غانم مش المعلومات، لان المعلومات كانت متوفره كتير جدا. سمير عمل حوارات تلفزيونيه كتير جدا وحوارات صحفيه كتير جدا، لكن ان الحوارات كانت ساعات بالحكايات بتحكى بشكل مختلف من وقت للتاني، سواء منه او من خلال جورج. فكان الاهم بالنسبه لي ان انا اوجد الروايات الاصدق والاقرب للحقيقه، وده اللي حاولت اعمله في الكتاب من بدايته ووالده لحد وفاته.